هو ازاي نيكولا تسلا العالم اللي سبق عصره بمئات السنين قدر يوصل للطريقة اللي اتنقل بيها عرش ملكة سبق في لحظة؟ وايه هو سر هوسه الغريب بأرقام 3 و6 و9؟ تسلا العبقري اللي أينشتاين قال إن هو أذكى منه كان شايف إن أرقام 3 6 9 هي مفاتيح الكون، كان بيطبقها في كل تفاصيل حياته. يعني مثلا كان بيلف حوالين أي مبنى 3 مرات قبل ما يدخله، يغسل إيده 3 مرات، وبيسكن في دور لازم يكون من مضاعفات رقم 3 أو 6 أو 9. وكان بيقول لو فهمت سر الأرقام دي هتفهم سر طاقة الكون. الغريبة إن العلماء اكتشفوا إن ترددات غريبة للأرقام دي لما بتسمعها بتبدأ حاجة غريبة جدا تحصل في جسمك. الغدة الصنوبرية في دماغك بتنشط. الغدة دي العلماء بيقولوا إن هي العين الثالثة اللي بتخليك تحلم وتشوف ما وراء المادة. هل تسلا عرف ده فعلا ولا اتفتح له باب واتخطاه؟ مش كده وبس، اخترع جهاز اسمه النقل الفوري، يقدر يخلي أي حاجة تختفي وتظهر في لحظة في مكان تاني. وده اللي خلى البعض يربط بين الطريقة دي ونقل عرش ملكة سبق. لكن العلماء لما جربوا الجهاز فشل كارثي، وكل اللي شارك في التجربة دي مات. اختراعاته كانت كتير لكن بعضها لسه سر لحد دلوقتي. اخترع طيارات بتطير بدون وقود، سفن حربية بتدار من على بعد، بطاريات بتشحن نفسها للأبد، وجهاز كان بيقول إن هو بيخليه يتواصل مع كائنات تانية في الفضاء. بيتقال إن هو صمم طيارة بشكل صحن طائر بتقلع عمودي وبتتحرك بزوايا مستحيلة، وهو ده نفس الشكل اللي وصفه الجنود في جلسة الكونجرس لما اتكلموا عن الكائنات الفضائية. كل ده بيخلينا نسأل سؤال مهم جدا: هل فعلا تسلا كان مجرد عالم عبقري ولا كان بوابة لحد بيحاول يوصل لنا حاجة؟ لو عايز تعرف أسرار أكتر تابعني، لأن اللي جاي أعمق وأغرب وأخطر. أنا أسماء مدين، بجيب لكم كل حاجة جديدة وغريبة في دقيقتين جامدين.